انت عارف ان العجل ده ممكن يدمرك بجد والله. يعني انت عارف ان الناس كلها فاكرة ان العجل ده مجرد الواحد يفكر بيه وخلاص، يعني ترميله كلام كده وخلاص تفكر. لا ده انت لازم تظبط نفسك وتعرف نفسك انت بتتكلم ازاي. العجل بالذات، العجل ده لازم وانت بتكلمه لازم تكلمه كويس، لانه ده يعتبر هو مركز، هو الادارة كلها، يعني هو المسؤول عنك. اقول لك اثبت لك ازاي صلى على النبي. دلوقتي لو انت اهو كلمت عجلك، جرب كده، هقول لك على حاجتين تعملهم وجرب وشوف عجلك بيعمل ايه في الوقت اللي انت بتقولهم فيه. جربهم كده، هقول لك تقول ايه. قول انا قوي كده، قول انا قوي انا قوي انا قوي، شوف هتحس بايه. جرب، هتحس نفسك انك انت بص عايز تهد جبال، صح؟ بتلاقي نفسك مدت في طاقة جاية، صح؟ عرفت بقى؟ طب قول انا كده فاشل، انا فاشل انا فاشل. هتلقي نفسك انت مش متقبل، انت خلاص انت مخك حاسس انك انت كلك تعبت، صح؟ طيب جرب كده، طب قول انا تعبان. هتلاقي نفسك عايز تنام واحدة تتعب وخلاص مخك يقفل، لانك انت ايه حاسس بحزن وكآبة شديدة. طيب عرفت انك انت لما تيجي تخاطب عقلك تكلمه باحترام ليه؟ او مش اقصد يعني تديله الكلام اللي هو يديك طاقة. دايما لما تيجي تحدث عقلك اديله الكلام الطاقة اللي يدفعك لقدام. اوعى تدي عقلك تاني الكلام اللي هو يحبطك. دايما ترسم صورة جوا عقلك كبيرة لنفسك وتحب نفسك. قول انا قوي، انا ناجح، انا كويس، انا الحمد لله تمام، انا بخير. جرب قولهم على طول. قول انا جميل، انا مفيش حاجة. هتلاقي نفسك في الكلام ده بيحمسك ويقويك. وخلي بالك ان العقل مش بس انك انت بترميله الكلام بس، لا ده هو مركز تدوير، يعني هو بيعيد لك الكلام تاني. يعني زي كأنك بص شفت اللي هو بيعمل اعادة تصنيع. يعني مثلا انت لما تيجي تودي الشركة التليفون بيعمل لك اعادة تصنيع، العقل زي كده. انت بيلف الكلام اللي انت بتقوله، لان هو مجرد ادراج انت بتحطها له. فالكلام اللي انت بتحطه في دماغك هو بيجيبه لك تاني، بيعيده عليك، يفضل يعيد ويزيد يعيد ويزيد لحد انت شوف بقى الحماس هياخدك لفين. هل الحماس هياخدك للقوة ويدفعك لقدام، ولا هترجع لورا وتحبط وتكسر نفسك؟ لا، قول انا قوي، انا كويس، الحمد لله. هتلاقي في طاقة، انت الطاقة لنفسك، عيش ما تضيعش نفسك.